إنما يلفت انتباه الناظر وهو يجوب بنظره الفضاءات الجميلة لوادي عبدي بباتنة هو هذا النشاط المتميز للمرأة العبدوية، نشاط صار جزءا من الموروث الاجتماعي لسكان المنطقة. المرأة في هذا الواد تاعنا واد عبدي هي الفحلة، هي الركيزة تاع الدار، تخدم البرة والداخل، تلقاها تسرح تحصد تحطب تسقي، المهم تبيشي تدير بطاطا تدير كلش. الشيخ عمر بهنان وعجوزه المتقدمان في السن يرجعان نشاط المرأة إلى التكامل بين الزوجين، فالرجل يهاجر والمنطقة بحثا عن العمل، والمرأة تتولى العمل في المنزل والحقل. حياتنا كل في غرزة، الرجالة تروح تزود منا ومنا، والنساء يبقاو اللي هنا يخدموا يسرحوا يحرثوا يحصدوا يديروا كلش، يلموا الماكلة متاعهم متاع العام. زوجة الشيخ عمر تؤكد ما قاله وبلسان شاوي خالص تعدد جملة نشاطات حواء العبدوية. يرجزن تروح نخدم مثلا الخارج، تروح انت مر تبراني هيسدان تغيم انت مجر انت تقنت الخضرات تزونت تزونت سروقيلنت سرحنت تربانت الولاد انسان اللي وقت قد تروحنا كنهني وادم سلقان داي يعني تنهني جبران العويل تنسن هانتي جبران العويل تنسن وادم سلقان داي. الحياة في الريف جميلة لكن صورها تختلف من منطقة إلى أخرى، وجمال ريف واد عبدي تزيده المرأة العبدوية ذات الوشم الأخضر جمالا آخر.